السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير يا رب. نصلوا ونسلموا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ونبدأ بالوصفة تاعنا تاع اليوم جبت لكم واحد الكيكة يا البنات، كيكة يومية اسفنجية بزاف هايلة، بانج تهبل. يعني شوفوا كيفاش جات عالية، يعني الفيديو يعبر لكم بلا ما نوصف لكم انايا. شوف جات ما شاء الله، والريحة من أزكى ما يكون، تهبل ومن أروع ما يكون. بلا ما نطول الفيديو معكم، يلا نبداو في الوصفة. في الريسيبي تاعي عندي 5 حبات تاع البيض، يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، لازم يكونوا بدرجة حرارة المطبخ. علاش؟ باش الكيكة تاعنا ما تهبطش معنا، لازم كل حاجة تكون دافية. نضربوهم شوية بالفوي كما راكم تشوفوا، ومن بعد نجيبوا الباتور تاعنا نضربوه بالباتور باش راكم عارفين باش تجي مهوية وخفيفة. نزيدو كاس تاع السكر، انا الفيديو اللي هنا راح لي ومن بعد تفكرت. ونزيدو كاس تاع السكر نضربه نضربه بالباتور، ونزيدو كاس الا ربع حليب يكون دافي مع مغرف تاع خل كما راكم تشوفوا، مع ملعقه تاع خل رايحه تخلي كيكه تاعنا عاليه واسفنجيه. هذا هو سر من اسرار الكيكات. نزيدو نضربو بالفوي، ونزيدو نخلطو، هذاك الحليب مع الخل بشويه بشويه حتى نكملوا هذاك الكاس كما راكم تشوفوا. ونزيدو كاس تاع الزيت، نزيدو غير بشويه كاس تاع الزيت. البنات الكاس تاعي 220 مليلتر. نزيدو قرصه تاع الملح ولافاني. البنات انا درت لافاني ما درتهاش معكم نسيتها. نزيدو هنايا 3 كيسان تاع فارينه بنفس الكاس تاع 220 مليلتر. 3 كيسان تاع فارينه، انا ما غربلتهاش درتها عادي. ونزيدو 2 خميره كيميائيه، خميره الحلوى غربلتها، خميره نحب نغربلها باش تجيني الكيكه تاعي مهويه. نزيدو نضربو بالفوي كما راكم تشوفوا حتى يروحوا لنا كامل هذوك لي غريمو. بعد ما خلطناها هذا الكاس الثالث عفوا، بعد ما خلطنا كامل الخليط تاعنا ودرنا يعني ولا متجانس، هنا دهنت المول تاعي، عندي هذا المول دهنته بالزبده وشويه بالفارينه، ودرت الخليط تاعي كما راكم تشوفوا. وهنايا التزيين يكون اختياري، انا عندي هادو لي بيبي تاع الشوكولا حبيت نزينها من الفوق، اللي تحب تخليها سامبل تخليها سامبل عادي. وندخلوها للكوشه. انا سخنته مقبل على 170 درجه حتى ل 180 درجه، وطفيت من الفوق وكنت شعله غير من التحت يعني، ونقصت له نقصت له حتى يعني نقصت له. شوفوا لهنا البنات بعد ما خرجتها من الكوشه. والتزيين يكون اختياري كما قلت لكم. كان عندي غير سكر جلاسي، زينتها بسكر جلاسي، جات ما شاء الله كيكه يوميه اسفنجيه وتهبل في المذاق. الفيديو يعبر لكم. جربوها البنات، ما تنساوش ديروا لي ابوني وجيم لا فيديو، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، في امان الله.